إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إخوتي وأحبتي في الله، لا تسخروا من أهل البلاء فإن أفضل الناس مبتلون. لا تسخر من المبتلى في بيته وتقول عنه ضعيف الشخصية، فسيدنا نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كانت زوجته عاصية ولكنه كان عند الله نبيا. إخوتي وأحبتي في الله، لا تسخروا من المنبوذ من قومه وتقول عنه عديم القيمة، فسيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان منبوذا في قومه ولكنه عند الله خليل. إخوتي وأحبتي في الله، لا تسخر من السجين وتقول عنه ظالم أو مجرم، فسيدنا يوسف عليه السلام كان سجينا ولكنه كان عند الله صديقا. لا تسخروا من المفلس بعد غناه وتقول عنه سفيه فاشل أضاع ماله، فسيدنا أيوب عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أفلس بعد غناه ولكنه كان عند الله نبيا. لا تسخر من وضيع المهنة بأن تقول عنه قليل الشأن، فلقمان كان نجارا أو خياطا أو راعيا ولكنه كان عند الله حكيما. لا تسخر من الذي يذكره الناس بالسوء بأن تقول عنه موضع شبهة، فسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قيل عنه أنه ساحر وأنه مجنون وأنه شاعر وأنه كاذب ولكنه كان عند الله حبيبا. فلا تسخر أبدا، واجعل طبعك حسن الظن في الآخرين ودع الخلق للخالق. سيدنا نوح ما عرفش يأثر على زوجته ولا عرف يأثر على ابنه ويخليهم يدخلوا في الإسلام، وابنه مات غرقان قدامه، وكمان ربنا سبحانه وتعالى عاتبه وزعل منه لما عاتب ربنا وقال له إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. ربنا ذكر زوجة نوح وذكر زوجة سيدنا لوط في القرآن وقال عنه: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. 2 من الأنبياء تلوا في زوجاتهم والاتنين معرفوش يأثروا على زوجاتهم، فمش معنى ان الراجل مبتلى في زوجته ولا انها خارجة عن طاعته او انها مش مريحاه انه ضعيف، ده رزق. سيدنا إبراهيم كان أصلح خلق الله، أبو الأنبياء وأتقى الناس، كان أوابا وأواها وحليم، وكان يقول لأبيه: يا أبت إني أخاف عليك، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت يا أبت يا أبت، بمنتهى اللطف واللين. وفي الآخر أبو قال له إيه؟ لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا. وقومه عشان خالفهم في الرأي جمعوا له نار وحاولوا يحرقوه. فسبحان الله، مش كل واحد ملوش قيمة في وسط أهله يبقى وحش، ممكن يكون أهله هم اللي وحشين. سيدنا يوسف لما اخواته كرهوه ورموه في البيت كان ذنبه ايه؟ ما عملش اي حاجة الا انه كان طيب الخلق حنين جميل الشكل وكان ابوه بيحبه. هو ده كل ذنبه، كل ذنبه ان اخواته غاروا منه فرموه في البير وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ذنبه ايه لما راح قصر العزيز وقال خلاص هستريح وتربى في بيت محترم واكل كويس وعيش كويس؟ ذنبه ايه لما مرات العزيز راودته عن نفسه فاستعصم وابى وخاف انه يغلط ويغضب ربنا واختار السجن وقال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه؟ مش كل مسجون ظالم ومش كل مسجون سيء، ربما يكون مسجون لانه كويس ومحدش فاهمه، لانه رأيه مخالف رأي ناس مش عايزينه، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
مش كل واحد مفلس كان غني وميسور وفلوسه راحت منه نقول عليه انه فاشل وضيع فلوسه، ولا كل واحد ابتلي بابتلاء شديد نقول عليه انه من ذنوبه. للأسف دي غلطتنا كلنا يا جماعة، دي دايما على لسان الكل. لما نلاقي حد البلاء شديد عنه نقول له عملت ايه عشان ربنا يعمل فيك ده كله؟ ليه ما نفتكرش ان البلاء نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا اعطاله البلاء عشان يرفع قدره ويغفر كل ذنوبه. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالعبد حتى يخرج من الدنيا كيوم ولدته أمه. ليه ما نفهمش البلاء صح ونعرف ان الابتلاء نعمة من ربنا عشان يرفع بها الإنسان الدرجات ويغفر له بيها السيئات؟ ليه نسيء الظن في الناس ونفتكر ان كل مبتلى عمل حاجة عشان كده ربنا بيحاسبه؟ إياكم تفكروا بالطريقة دي. لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. سيدنا أيوب في عز شدته وفي عز مرضه وفي عز فقده لأهله وماله وأولاده دخل عليه واحد صاحبه فقال: يا ترى يا أيوب عملت إيه عشان ربنا يبتليك الابتلاء ده كله؟ ساعتها بكى سيدنا أيوب وقال: ربي لا تجعلني فتنة للقوم الظالمين. يا رب ارفع عني البلاء عشان الناس ما تفتنش بسببي. وربنا رفع عنه البلاء وكافئه وجزاه. كان مستحي يطلب من ربنا رفع البلاء، وكان دايما يقول: أنا عشت في الغنى والنعيم 70 سنة، لما أعيش في البلاء قدهم أبقى ابتدي أدعي ربنا. ولكن الكلمة دي من صديقه هي اللي خلته يدعي ربنا إنه ربنا يرفع عنه البلاء وما يكونش فتنة للناس. اي حد يا جماعة شغال شغلانة مهما كانت طالما بالحلال وبتجيب اللي يستره وما يمدش ايده للناس ما تستحقروش شغلانة ابدا. ما تمنعيش ابنك او بنتك انها تشتغل شغلانة ايا كانت هي، طالما بالحلال وبتجيب قرش ما تستحقروش شغلانة ابدا. محدش عارف الخير فين. إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام، وإنما يكفرها العمل. مش أي حد الناس بيتكلموا عليه وحش يا جماعة نقول عليه إنه وحش. ربما يكونوا بيتكلموا عليه لأنه هم اللي وحشين ومش مقدرينه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس بلاء. ابتلي باليتم من صغره، ابتلي بالشقاء والتعب وضيق الرزق، ابتلي في ماله وفي أولاده وفي صحته وفي دينه. الكفار سبوه وشتموه وهنوه وأذوه وبقوا يحدفوه بالطوب لحد ما رجليه جابت دم صلى الله عليه وسلم. مش كل مبتلى ولا كل عنده ضيق ولا كل اللي ظروفه صعبة وحش. ربما يكون محبة من ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يرفعه الدرجات. ولو يعلم أهل الصحة ما لأهل البلاء من فضل لتمنوا أن تقرض جلودهم بالمقاريض. ولكن رغم كل ده اوعوا تتمنوا البلاء. دايما قولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لأن احنا ما نقدرش ولا نعرف لما البلاء هيجي هنقدر نصبر ونستحمل ونكون من الصابرين ولا هنجزع. فعليكم بطلب العفو والعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والأهل والمال والولد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبكم في الله.